أنت عايش مع إحساس مستمر بالفشل. خليني أسأل كم سؤال. كم مرة نسيت موعد مهم؟ كم مرة وصلت متأخر وقلت لنفسك بعد ما وصلت متأخر أنا مش هوصل متأخر تاني ووصلت متأخر تاني؟ كم مرة بدأت مشروع كده بحماس وبعدين سبته في النص؟ كم مرة وعدت حد بحاجة ونسيت؟ مش لأنك مش مهتم، مش لأنك كسلان، مش لأنك شخص سيء، علشان دماغك بتشتغل بطريقة مختلفة. لكن هل العالم اللي حواليك فاهمين ده، واعيين بده، حاسين بده، بيهتموا بده اصلا؟ لا خالص. والاصعب من كده للاسف الشديد، هل انت نفسك كنت فاهم وواعي بده؟ برضو لا. فايه بقى اللي بيحصل هنا يا حبايبي؟ كل مرة بتنسى حاجة بتضيف حجرة صغيرة على الجبل من الخيبات. كل مرة بتتأخر بتأكد للناس اللي حواليك ولنفسك طبعا انك انت انسان مش ممكن، مستحيل يعتمد عليه. كل مرة بتسيب مشروع في النص بتقول لنفسك انا فاشل. مش مرة واحدة فشلت، آلاف من الفشل المستمر الصغير يوميا وكل سنة على مدار بقى 10 20 30 40 سنة. شوف يا حبيبي، في حاجة في علم النفس اسمها تكرار التجارب السلبية. ده مفهوم موجود في علم النفس، والدراسات في الموضوع ده بيقولوا حاجة سبحان الله غريبة جدا. بيقولوا ان التجارب السلبية المتكررة بتأثر على تكوين هوية الإنسان أكتر من التجارب الإيجابية الكبيرة. يعني لو كل يوم بيحصل لك خيبة صغيرة، فشل صغير، ده بيأثر عليك أكتر من لو مرة في السنة نجحت نجاح كبير. الكلام ده مبني على دراسات. واحنا بقى دماغنا، احنا دماغ ال ADHD بتحصل لها خيبات وفشل صغير كل يوم كذا مرة في اليوم. فتخيلوا بقى هويتنا احنا بيحصل فيها ايه وحصل فيها ايه بالفعل. فالنتيجة يعني بتبدأ تصدق طبعا ان انت فاشل، وان دي مش حالة، يعني مش ان دماغك يعني شغالة بطريقة مختلفة والكلام ده. بتصدق ان انت الشخص خلاص مكسور، انك انت اساسا فيك عيب. ده اكتئاب، مش يمكن اكتئاب كيميائي بحت، اكتئاب مبني على تراكم سنين من الفشل المستمر الصغير والاحساس بيه فعلا حقيقة. طب والقلق؟ طيب القلق في الحالة دي بيجي من انك بتستنى الفشل اللي بعده. فشلت دلوقتي بتقلق بقى، تبني في نفسك قلق مزمن، في فشل جاي تاني، فالقلق بيزيد. امتى بقى هنسى حاجة تانية؟ امتى بقى هكسف نفسي تاني؟ امتى بقى هخذل حد وزعله مني تاني؟ فده اسمه توقع مستمر للفشل اللي جاي. انت كده طبعا مش عايش في الحاضر، انت عايش في توقع مستمر لامتى الفشل اللي بعده جاي. ده اسمه قلق استباقي، وده طبعا يعني مرهق جدا. الفشل المستمر دوت اللي هو للناس اللي عندها ADHD غير معالج، ده بيكون سبب فعلا بيجيب اكتئاب ويجيب قلق.